هذه الحلقه عصائر. غادي نشوفوا عصير اول هو عباره على عصير ديال الحوامض. اختاريت الليمون الكبير والحامض، كاين معاه الماء لتر ونص، كاين عندنا سكر سنيده وكذلك كيس ديال السكر الفاني. هذا النوع من العصائر كتكون فيه مكونات قليله ولكن كيعطينا كميه مهمه ديال العصير، فبالتالي نقدروا نقولوا انهم عصائر اقتصاديه. غادي نعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا تقنيه التحضير وكذلك ديال الطهي تاع هذا العصير. بالنسبه للكميه ديال المقادير اللي خديتيو، غادي ناخذ جوج ديال الحبات ديال الليمون، غادي نقشرهم، غادي نحيد لهم القشره ديالهم. الحبه اللي بقات عندنا غادي نستعملوها بالقشره ديالها هي، والحبه ديال الحامض حتى هي غادي نعملوهم في طنجره الضغط من الاحسن. غادي ناخذ انا الوقت الان باش غادي نقشر هادو ونوجدهم، وغادي من بعد ناخذوا هاد المكونات كامله غنديروهم في طنجره كيف ما قلت طنجره الضغط من الاحسن، ونزيدوا عليهم الماء ونخليهم يطيبوا. درت كل المكونات ديال العصير تاع الحوامض في الطنجره، درتها فوق من عافيه متوسطه. ملي غادي توصل للغليان غادي نقص العافيه لادنى حد ونحسب 30 دقيقه، يعني كنقصوا العافيه ونخليو كيطيب على عافيه مهيله 30 دقيقه. من الاحسن نديروا طنجره الضغط كان احسن، يعني داك لي زاغروم اولا ديك الحوامض كطيب وكتعسل بسرعه، فبالتالي ملي كنطحنوها كتكون عندنا شي حاجه اللي هي ناعمه جدا. بعد ما طيبنا الليمون والحامض عندنا شي حاجه هكا رطبه كتسمعس دغيا، غادي ناخذها وغادي نديرها كتطحن في الطحانه ديال الضو ولا في الخلاط ديال الضو مع داك العصير ديالو، وغادي نعملو كيتطحن حتى كيولي عندنا شي حاجه اللي هي رطبه مزيان. ما كنساوش نحيدوا العظام ديال الليمون وديال العلفه ديال الليمون وديال الحامض، لان الا طحنا غادي تعطي لنا المروره. صافي ملي كيتطحن كندوزوه في الصفايه باش نحيدوا الا كاينه شي الياف، وكنقدموا العصير تيكون هكذا كيمتختر. العصير اللي غادي نقترح عليكم الان مخلطه فيه الفواكه والخضر. اختاريت كخضره خيزو، وعندنا تفاح بالنسبه للفاكهه هو والبنان، العصير ديال الليمون، وكاين عندنا ياغورت طبيعي بالاضافه للسكر سنيده. اول حاجه غادي نعمل غادي ندير خيزو تيطيب هو والتفاحه مع واحد الكميه ديال الماء. ملي كيطيبوا تنخليهم حتى كيبردوا، وكناخذوهم كنطحنوه بالماء ديالو، الخيزو التفاح والماء ديال الطياب كنعملوه في الخلاط، كنزيدوا عليه البنان، كنزيدوا عليه العصير ديال الليمون، السكر بحسب الذوق دائما، والياغورت. هذا العصير تيجينا داير بحال الشكل ديال سموتي، كيجي فلوتي، تيجي لذيذ بزاف، وحتى في الكميه بالمقارنه مع المكونات اللي حنا مستعملين كتجي فيه الكميه شي شويه مهمه. ونبداو نعملوا خيزو مع التفاح يطيبوا.
غادي نختموا هذه الحلقه الخاصه بالعصائر بعصير غادي يكون الاساس ديالو هو الحليب. فغادي نعملوا عصير بالشريحه اولا بتين يابس مع البنان. كاين عندنا الياغورت الطبيعي، ورقات ديال النعناع، الحليب بطبيعه الحال، وعندنا معلقه ديال العسل. بالنسبه للشريحه فاحنا كناخذوا الشريحه تنرطبوها اما بالماء او الا كان ممكن بالعصير ديال البرتقال حتى كتنفخ كتولي بحال هكذا، كترجع لها داك الرطوبه ديالها صافي وتنصفيوها. الا درتوا لها العصير ديال الليمون يمكن غادي هي تشربوا، ولكن ما يمكنليناش نستعملوا داك العصير ديال الليمون ديالها لانه غادي يقدر يكلل لينا الحليب، فبالتالي ضروري جدا اننا نصفيوها عاد نطحنوها. وكيف ما قلت انا ما كانش الليمون بلاش نديروا غير الماء راه كافي. الشكل ديال الكوكتيل ديال العصائر اللي وجدنا كيجي بحال هكذا، كتجي عصائر مميزه ورائعه بنكهات اللي هي مختلفه. كان عندنا العصير ديال الحوامض هو هذا الصفر هذا، عملنا فيه الليمون مع الحامض ونسمناه بالنكهه ديال الفاني، كيجي مميز. كاين عندنا العصير اللي الاساس ديالو هو الحليب، عملنا فيه البنان، الياغورت والشريحه اولا تين يابس. وكاين عندنا الكوكتيل ديال الفواكه والخضر، كان فيه خيزو اللي طيبنا مع التفاح والبنان حتى هو عملنا معاه الياغورت، كيجي مع العصير ديال البرتقال لذيذ جدا. كلها يعني عصائر مميزه، كنتمنى انكم تجربوها. وصلنا لنهايه الحلقه، نتلاقاو في حلقات اخرى مع وصفات جديده. الى اللقاء.